هعمل لكم ملف كامل مكون من مجموعة حلقات هنتكلم فيه عن الألوان وتأثيرها على أجسامنا وتأثيرها النفسي علينا. إزاي نفهم شخصية الناس المحيطين بينا من خلال معرفة ألوانهم المفضلة واللي أكيد هيسهل علينا التعامل معاهم. إيه هي دلالات الألوان في التصميم الداخلي؟ إزاي ده يقدر يساعدنا إن إحنا نختار اللون المناسب في المكان المناسب؟ حسب الوظيفة المطلوبة منه. إيه هي عجلة الألوان؟ إزاي نقدر نختار منها ألوان تكون متناسقة مع بعضها بطرق علمية وسهلة وبسيطة. وكمان إزاي أوزع الألوان اللي اخترتها دي في الفراغ اللي عندي. لو انت اول مرة بتتابعني، معاكم مصممة الديكور رباب محمد، ودي قناتي انا مصمم اللي بنتكلم فيها عن التصميم الداخلي واسراره. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الألوان من أهم أدوات المصمم الداخلي، واللي بتمكنه من التحكم في المكان علشان يخدم الوظيفة المطلوبة منه، وده بيرجع لأهمية تأثير اللون على النفس البشرية من خلال الموجة الضوئية اللي بيصدرها كل لون. اختيار اللون المناسب ممكن يعزز مشاعر الصحة والراحة، وكمان الإيحاء بتعديل المساحة سواء بالاتساع أو بالارتفاع، وكمان تركيز الضوء على أماكن مظلمة في البيت أو خلق هدوء وغموض في مناطق تانية، وتنشيط أماكن مملة في المنزل. اختيار اللون المناسب للمكان بشكل علمي بيتم من خلال بعدين. البعد الأول فسيولوجي، وهو تأثير اللون على جسم الإنسان. على سبيل المثال، اللون الأحمر مثلا بدرجاته بيسرع من ضربات القلب ومن العوامل المسببة لرفع ضغط الدم، وبيزيد من النشاط الحركي للإنسان، فبالتالي مش مناسب أبدا الاستخدام ليه في المستشفيات أو العيادات. وعلى العكس تماما، اللون الأزرق والأخضر بيساعدوا على تنظيم سرعة ضربات القلب، وعلشان كده لو ركزنا في المستشفيات والعيادات والصيدليات هنلاقيهم من أكتر الألوان اللي بيستخدموها هو الأزرق والأخضر بدرجاتهم. البعد التاني اللي على أساسه بيتم اختيار اللون بشكل علمي هو البعد السيكولوجي، وهو تأثير اللون على المشاعر والأحاسيس والانطباعات، واللي أثبتت الدراسات العلمية إن كل لون بيسيب انطباع. فمنها اللي بيثير مشاعر الراحة والحب، ومنها اللي بيثير الإحساس بالقلق والخوف. على سبيل المثال، استخدام اللون الأزرق بيدي إحساس بالهدوء والاسترخاء، واستخدام كل الدرجات الفاتحة لكل الألوان بيدي إحساس بالاتساع والارتفاع، والعكس صحيح. تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشوف ونتعرف على إيه هي دلالات اللون على الشخصية. بمعنى إيه؟ كل مجموعة من الأشخاص بيفضلوا لون معين بتربط بينهم سمات مشتركة. تعالوا نشوف كل لون ونشوف إيه السمات المشتركة اللي بتربط الشخصيات ببعضها. وده طبعا هيساعدنا كتير علشان يكون التعامل مع اللي حوالينا أسهل. وبالنسبة لنا كمصمم داخلي، من خلال مجموعة من الأسئلة بنسألها للعملاء، وأكيد اللي من بينها إيه هي الألوان المفضلة ليه، بنقدر نعرف شخصية العميل وإيه هو التصميم المناسب ليه ولكل فرد في عيلته، علشان يكون ده بيسهل علينا أو بينجز خطوات ووقت في شغلنا، وكمان نطلع تصميم يكون مرضي أكتر للعميل ومناسب لشخصيته. دلالات الألوان في شخصية الإنسان: كل مجموعة من الأشخاص بيشتركوا في اختيار نفس اللون بيكون بنسبة كبيرة بينهم سمات مشتركة في شخصياتهم. تعالوا نتعرف عليها. محبي اللون الأبيض: محبي اللون الأبيض بيكونوا مهتمين بالنظافة، متزنين، حكماء، حذرين، وغير متسرعين أبدا في اتخاذ قراراتهم. محبي اللون الأسود بيكونوا مستقلين، قادة، جذابين، عقلانيين، وبيحيطوا نفسهم بهالة من الخصوصية ومش بيشاركوا حياتهم مع اللي حواليهم أبدا. محبي اللون الأحمر بيكونوا متفتحين، اجتماعيين، متفائلين، إيجابيين، عندهم نشاط حركي عالي وبيحبوا ممارسة الرياضة، طموحين، عندهم ثقة كبيرة بنفسهم وبيميلوا جدا للفت الانتباه ليهم. محبي اللون الأخضر: محبي اللون الأخضر بيكونوا محبين للطبيعة، شخصيات مستقرة، بيتميزوا بالكرم ومعاملة اللي حواليهم بلطف، مخلصين، بيحبوا مساعدة اللي حواليهم، عندهم ثبات انفعالي، ومحبين للتعلم. محبي اللون الأزرق بيكونوا متحفظين، محل ثقة للي حواليهم، بيفكروا كتير قبل اتخاذ أي قرار أو إنهم قبل ما يقولوا أي شيء، واثقين في نفسهم، حساسين، ومش اجتماعيين، وبيكتفوا باختيار دقيق لمجموعة من الأصدقاء المقربين. محبي اللون البنفسجي بيميلوا للنظر لكل الأمور بعمق شديد، حساسين، عاطفيين، داعمين للي حواليهم، انطوائيين وغامضين،
جذابين وليهم كاريزما عالية جدا. محبي اللون البرتقالي، محبي اللون البرتقالي متفائلين، إيجابيين، عندهم نشاط عالي، اجتماعيين، متسامحين، متفائلين، متقبلين للي حواليهم، بيحترموا جدا حريات الآخرين. محبي اللون الأصفر، محبي اللون الأصفر مرحين، إيجابيين، مبدعين، مثاليين في نظرتهم للأمور، وده بيخليهم انتقاديين، مستقلين ومتسرعين أحيانا في اتخاذ أفكارهم وقراراتهم. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس إذا كانت الصفات بتاعة اللون اللي انتوا بتفضلوه منطبقة عليكم أو لأ، أو على الأقل منطبقة بنسبة كام. وزي ما أنا مصمم، خليك أنت كمان مصمم. أشوفكم الحلقة الجاية.